السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايه لكم النهارده في فيديو جديد. تالت يوم رمضان، تالت يوم العيد. خلاص العيد بقى خلص. يعود عليه لنا الايام ان شاء الله بخير. معانا بقى ايه؟ كيسين صلصه من اللي فرستهم، تمام. ومعايا نص كيلو كفته، دي انا كنت جايباها جاهزه، كفته رز، تمام. كفته جملي، تمام. وهدهن ايديا بالزيت واصبحها. ومعايا توم فصصته عشان انا بعملها بالثوم. ومعايا ايه تاني؟ معايا شوربه كريمه خضروات هعملها، تمام. هعمل شوربه وهعمل رز بالشعريه جنب الاكل. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. معايا بقى بطاطسيتين هقشرهم واقطعهم مكعبات. وديت ايه، خلاص عملت الكفته صبعتها هقليها، تمام. وهنعمل مع بعض الاكله بتاعتي. عملت البطاطس اهي مكعبات، تمام. قشرتها وقطعتها وهغسلها ونقعها في شويه ميه لحد ما نعملها في الاكل. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي انا حطيت البطاطس على النار، عارفه انا حطيت البطاطس على على في ميه، وحطيت الطاسه على النار، حطيت فيها شويه زيت، تمام. خلصت ازازه الزيت دي عشان هقلي الكفته بتاعتنا الجميله اهي، تمام، متصبعه. وهنعملها ازاي بقى؟ هنقليها وهنحطها على مناديل. طبعا انا جبت شويه رز كده، هعمل رز بالشعريه، تمام. هنقيه واغسله. هكمل الكميه كلها وارجع لكم نعمل البطاطس بالكفته على طول. طبعا هنعمل الشوربه، ودي الكفته خلاص تتحمر اهي. البطاطس نقعتها في ميه عشان متسمرش مني. وهنحط الكنور في 4 كوبايات ميه بارده من الحنفيه. طبعا الشوربه، تمام. هنقلبها وكده. خلصت الشوربه. هنعمل مع بعض الكفته. هنعمل كفته الرز بعملها بالثوم. اتمنى كده دعمكم بالله. وحطيت شويه زيت. الحله دي هي كده شكلها، تمام. بعد ما عملت فيها الفشار قبل كده، هي ما تصفتش عن كده. بقى عايزه اجيب بدلها ان شاء الله الحلل. دعموني كده باللايك والاشتراك كده عشان اجيب بدلها، بتبقى اجيب بدلها او اوديهم يتغير شكلهم. الحلل اللي هي الجرانيت دي اللي عندي. توم، حطيت كام فص من الثوم كده، تمام. مجرد هيصفر لونه هنزل بالكفته والمكعبات البطاطس، واحط فلفل اسود وملح وبابريكا بس، واحط الصلصه بتاعتي. ونعمل شويه رز بالشعريه جنب الاكل وخلاص. خلاص كده ننزل بالكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيحب كفته الرز يعمل لي لايك ويعلق لي كومنت حلو زي بتشوح في حته الثوم، بتبقى حلوه قوي. عايزه تحطي الصلصه على الثوم زي ما انت عايزاه. في ناس بتعملها ببصل، اللي انت عايزاه بقى. حطيت بقى مكعب البطاطس والكفته، بشوحهم في حته الثوم كده
وهنزل طبعا بكسين الصلصه، بس هحط بقى شويه فلفل اسود وملح وبابريكا عليهم وخلاص على كده. والشوربه اهي. وهنعمل ايه؟ هنغسل دول بقى المواعين دول ان شاء الله. تمام. وهنشوف هنعمل شويه بابريكا، شويه ملح. طبعا هنحط سكر عشان حموضه الطماطم ديت، عشان تظبط بردك الطماطم. تمام. نحط الصلصه ونحط شويه سكر صغيرين في الاخر. تمام كده. ورجعت لحضراتكم تاني. هحط بقى شويه السكر. حطيت ايه؟ شويه السكر. حته زبده. تمام. ومعانا الكفته اهيت وشويه زيت. بنزل بالشعريه بتاعتي ومعايا الرز. ويبقى كده الروتين بتاعنا خلص. نقدمه مع حضراتكم. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه كده القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. عايزه تبقى الشعريه لون موحد، حط لها شويه ملح على الشعريه. احط له شويه الملح والايه والميه. ودي الكفته بتاعتنا. عملت شويه رز اهو، والكفته اللي هي كفته البطاطس، والشوربه اهي اللي هي كريمه الخضروات. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده. عايزه القناه تكبر بيكي. حطوا لايك. حطوا اللايك لسوسو صاحبتي بقى. النهارده قلت الروتين معاها بقى تالت يوم العيد. متنسونيش. حطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.